ولا انتوا ما بتعرفوش قيمة ابوكوا غير لما تشوفوا جوز امك؟ اللي بيرقصوا قدام اللجان هم الغلابة اللي بيشتكوا. الشعب ده احلى حاجه فيه انه عارف مصلحه، حبه معارض وحبه مؤيد وحبه رايح وحبه جاي. يعني هو انتوا مش عارفين المصلحه فين؟ بلاش تركبوا الموجه، دور على الصالح والمقصود فيه. عشان الناس اللي هتطلع وتقعد تقول لي يا سمك انت بتحرض، لا انا مش بحرض ولا بطبل. البلد اتغيرت، اتغيرت. الطرق بقت عالميه، بقت عالميه. الناس بقى جعانه، جعان. عيشتهم ارتاحت، لا. بقينا بنمشي نتباهى بشوارعنا، حصل. اتغيرت معالم بلدنا للاحسن، اتغيرت. محدش يقدر ينكر ده ولا حد يقدر يختلف عليه. طب انتوا عايزين ايه؟ كرتونه و100 جنيه ولا عايزين حياه كريمه ولا عايزين يحيى الامل ولا عايزين ايه؟ عشان بعد كده محدش يرجع ويقول يا ريت اللي جرى مكان. ولا انتوا ما بتعرفوش قيمه ابوكوا غير لما تشوفوا جوز امك؟ جايز حلو وجايز وحش. احنا مش في وقت تخمين، احنا في وقت قرار فعلا لازم يكون ماشي في النطاق الصح. مش هنروح نهيس ونقول ما احنا ياما سمعنا شعارات وهتافات وفي الاخر يا مولاي كما خلقتني. هي مش محتاجه زيطه، هي محتاجه فكر وعقل رادع ويكون عارف مصلحته. ووارد نحط غير ويطلع الغير خير، ووارد الغير يطلع شر لحد تاني انتوا فاهمينه. وساعتها بالسلامه، سلامه للي خانوا وكدابين. وبكرر كلامي واضح ومفيهوش تطبيل، بس لازم عشان تعمر تكون حريص على هيبه بلدك ونظامها زي ما هي. يعني بالبلدي كده مش محتاجين عناصر تدخل تحط البنزين على النار. المصلحة واضحة وصريحة، لا هي بكرتونة بيض ولا بإزازة زيت ولا ب100 جنيه. لو عايزها خدها ومش مغصوب على حاجة، بس خليك فاكر انك مقتنع باللي بتعمله، عشان ساعتها صوتك هيفرق لمصير ناس تانية وانت اولهم. ولو في حد بيفهم مش هيختلف على كلامي، لان كلامي لو مش عارف تترجمه يبقى العيب فيك مش في جوجل. اختار اللي يناسب مستقبلك، اختار اللي ليه قرار يقدر يغير فعلا ويكون قد المسؤولية. مش هنعيش نسمع في شعارات وهو مش قادر يرفع صوته من الندى عشان يطمن على انفسنا. السياده مش عنجهيه، السياده انك تقدر تخترق كل الصعوبات من اجل بلد مشرقه في سماء صافيه. انك تقدر تكون طوق نجاه لمركب بتغرق بركابها وتوصلهم لبر الامان. السياده انك تسد جوع الجعان وانك تفكر فيه قبل نفسك، لانك هتسال عليه قدام محكمه العدل السماويه، قدام من لا يغفل ولا ينام. السياده هي السكر في ظل مرار الايام للشعب اللي بيعاني من مصاريفه وقله المال. كل ده قدام عينيكم، بس عايزه صبر. اي نعم مفيش حد فينا ايوب وممكن نصبر على اي حاجه الا اللقمه سد باب الباب، تاخد العين والرمش والقلب، وربنا يوفق اللي يستحق. واللي عايزه ربنا ورايده اكيد هو المناسب لقياده البلد وتكميل الانجازات. روح صوت، بس خلي بالك عشان ما نصوتش عليك. ما تنساش بقى تعمل لايك وشير وكومنت عشان مصلحه بلدك ومصلحتك. سلام.